هل تتخيلوا ان راس نفرتيتي اللي موجوده في متحف برلين ممكن ترجع لنا تاني؟ يعني احنا كمصريين بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بقينا كلنا بنقول عايزين راس نفرتيتي، عايزين حقنا، الاثار المسروقه مننا. وطلع الدكتور زي حواس عمل استماره طلب فيها كل الناس ان هم يمضوا على الاستماره الالكترونيه دي في حق مصر في راس نفرتيتي وان هي ترجع للمتحف المصري. ولكن الحكومه الالمانيه بتتجاهل كل الكلام ده وشايفه ان ليها الحق ان الراس دي تفضل عندها للابد. طب عشان نعرف مين اللي ليه الحق في راس نفرتيتي اللي موجوده في متحف برلين لازم نعرف تاريخ القطعه دي من اول لما تم اكتشافها لغايه يومنا هذا عشان نعرف القصه كامله. تم اكتشاف تمثال راس نفرتيتي في موقع تل العمارنه اللي هو الخاص بالاسره 18 بتاعت اخناتون ونفرتيتي وتوت عنخ امون، واللي اكتشفها كانت بعثه المانيه في 6 ديسمبر 1912، يعني قبل اكتشاف مقبره توت عنخ امون ب10 سنين. قائد البعثه الاثريه الالمانيه دي كان عالم الاثار الالماني لودفيج بورشارد، ولقى الورشه دي تحديدا في ورشه النحات تحتمس الموجود في تل العمارنه. دي القطعه الوحيده اللي كان عالم الاثار الالماني حاطط عينه عليها وكان عايز ياخدها باي شكل. اصل القطعه دي بترجع لسنه 1340 قبل الميلاد، منحوته ومصنوعه من الحجر الجيري ومدهونه بالوان بتضفيها للحيويه وبتضفي ليها الحياه، كأن الملكه نفرتيتي حيه قدامك بالظبط. فعالم الاثار الالماني هو والبعثه بتاعته بعد ما خلصوا مهمتهم في تل العمارنه قرر ان هو يعمل حاجه اسمها تقسيم المنقولات الاثريه. يعني ايه تقسيم منقولات اثريه؟ اقول لك من الاخر، احنا دلوقتي بعثه المانيه اهو، عندنا افراد الناس دي صارفه فلوس كتير قوي، واحنا علشان نكتشف الموضوع ده عرضنا حياتنا للخطر وسافرنا من المانيا جينا على مصر، واحنا ما خدناش ده مقابل اي حاجه. فاحنا علشان ناخد مقابل ففي الوقت ده المقابل بتاعنا ان احنا بناخد بعض القطع الاثريه وبنسيب لمصر الباقي. وطبعا الموضوع ده كان برضا الطرفين. فالوثائق اللي اتمضى عليها ساعتها كانت موضحه ان تمثال نفرتيتي كان من حق البعثه الالمانيه، اللي هو من الاخر راس نفرتيتي دي ما دخلتش تهريب ولا دخلت سرقه، لا دي دخلت بمواثيق رسميه وبتقسيم منقولات اثريه، وكانت من حقها البعثه الالمانيه ان هي تاخدها. فالبعثه وهي راجعه المانيا خدت التمثال معاها ووصل برلين سنه 1913. ومن 1913 ل 1920 كان رئيس البعثه الالمانيه كان محتفظ بالتمثال ده عنده وكان عرضه في مكتبته لغايه لما اهداه لمتحف برلين واتعرض ضمن المجموعه الملكيه البروسيه. ما هي ما خدتش راس نفرتيتي بس، لا ده خدت مقتنيات تانية كتير. وفي 1924 بقى متاح لكل الناس ان هم يقطعوا تيكت وان هم يشوفوا راس نفرتيتي الاعجاز في النحت. فمصر بتعمل ايه دلوقتي؟ مصر بتطالب باحقيه رجوع راس نفرتيتي للحكومه المصريه، وان اللي حصل في 1912 1913 الكلام ده ما كانش عادل، والكلام ده كنا في فتره ما كناش شاهدين عليها، وان الكلام ده ما ينفعش وما يصحش. والحكومه الالمانيه بتقول والله ده انتوا اللي باصمين وماضيين على الكلام ده ومدينا الموضوع ده بطيب خاطر، فاحنا مش هنرجع حاجه. والدكتور زي حواس مستمر حتى الان في تجميع مليون توقيع على استماره استرجاع راس نفرتيتي للمتحف المصري الكبير. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.